السلام عليكم، ازيكم؟ خلاص العشر الاواخر بدأوا. يبقى احنا بدأنا في الجد. لو فاتنا العشر الاوائل ولو فاتنا العشر التانيين ما ينفعش ابدا يفوتنا العشر الاواخر. العشر الاواخر فرصة وهدية تانية من ربنا لينا بعد رمضان، لكن للأسف كتير مننا بيدخل رمضان بهمة عالية وتفضل همتنا تنزل لحد العشر الأواخر، بنلاقي نفسنا مش قادرين نكمل وبنكمل رمضان بالعافية. بنلاقي المساجد اللي كانت مليانة فضيت. طبعا بننشغل بتحضيرات العيد ولبس العيد، مع ان المفروض العكس. المفروض العشر الاواخر يبقى العباده فيهم اكتر من بدايه رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العشر الاواخر من رمضان احيا الليل وايقظ اهله وشد المئزر. خلاص ما فيش وقت نضيعه، كلهم 10 ايام فيهم ليله خير من 1000 شهر. وخير من 1000 شهر دي مش زي ما احنا بنقول 1000 شهر أو 84 سنة، لا ده خير من 1000 شهر، يعني أكتر من كده، ولكن على أقل تقدير هي 1000 شهر. من حرم خيرها فقد حرم. الحرمان الحقيقي فعلا إن الواحد فينا يحرم ليلة القدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني ربنا يغفر لنا ذنوبنا كلها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر بيجتهد جدا في العبادة أكتر من أول الشهر. كان بيجتهد في التهجد وفي قراءة القرآن وفي الذكر وطبعا الاعتكاف. طيب إيه العبادات اللي ممكن نزودها في العشر الأواخر؟ أول حاجة الصلاة ب100 آية، صلاة قيام الليل ب100 آية. اللي يصلي قيام الليل ب100 آية يكتب له قيام ليلة كاملة. وعلى فكرة ال100 آية دي مش كتير، يعني ممكن سورة النبأ والنازعات وعبسة، وممكن مثلا سورة الواقعة 96 آية، ومعاه 4 آيات من سورة الحديد. من قام ب100 آية كتب من القانتين. رقم 2 هننوع بين العبادات، يعني طول الليل هننوع بين العبادات ما بين صلاة وقرآن وذكر ودعاء، وطبعا ما ننساش الصدقة. ونقرأ سورة الإخلاص 3 مرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رقم 3 قراءة خواتيم سورة البقرة. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي أجزأتاه عن قيام الليل. وقال بعض العلماء: كفتاه عن كل شر أو كفتاه من كل خير. رقم 4 نتصدق في كل ليلة ولو ب5 جنيه، علشان لو وافقت ليلة القدر كأنك تصدقت كل يوم لمدة 1000 شهر. طبعا الحاجات دي هنزودها على العبادات اللي احنا أصلا بنعملها من أول الشهر. ولو عملنا العبادات دي في كل ليلة من العشر الأواخر ووافقت ليلة القدر كأننا قعدنا 84 سنة نعمل العبادة دي. وطبعا من أول العشر الأواخر نكثر من الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر وتقبل منا. السلام عليكم.